قررت تشتري تلاجة وفاكر انه قرار بسيط؟ خليك فاكر ان التلاجة هتعيش معاك سنين، وبالتالي لازم تختار صح من الاول. اول حاجة اختيار نوع التلاجة، سواء كانت باب واحد او بابين فوق وتحت او بابين جنب بعض. باب واحد صغيرة واقتصادية مناسبة لشخص واحد او اتنين بالكتير، بس خلي بالك الفريزر بتاعها صغير شويه. بابين فوق بعض الاشهر والاكثر استخدام، متوازنه بين المساحه والسعر. بابين جنب بعض شيك جدا، وكمان المساحات الداخليه مترتبه كويس جدا، بس محتاجه مطبخ واسع وتكلفه زياده شويه. وخليك دايما فاكر ان في اوبشن اخير، الديب فريزر منفصل. لو بتحب تخزن خضار ولحمه كتير، يبقى الديب فريزر قطعه مهمه جدا 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 في شقتك. تاني قرار محتاج تاخده، نو فروست ولا دي فروست؟ ايه الفرق بينهم وانه الافضل؟ دي فروست التلاجة اللي كانت موجوده عندنا زمان، كل شويه تلاقي مامتك بتفصلها عشان تنظف تلج منها. النو فروست مفيش تلج هتشيله، صيانات اقل وتبريد متساوي، بس استهلاكها للكهرباء زياده سنه بسيطه. تالت قرار، موتور عادي ولا انفرتر؟ في ناس كتير قوي بتتلخبط بين الانفرتر والنو فروست. النو فروست نظام تبريد بيمنع تراكم التلج، اما الانفرتر فدي تكنولوجيا بتبقى موجوده في الموتور بتخلي الموتور يعلي او يقلل حسب الحاجه، يعني بيحسن كفاءة التبريد ويقلل استخدام الكهرباء، يعني بتستمتع بتبريد افضل وصوت اهدى وفاتورة اقل. رابع حاجة سعة التلاجة، يعني اشتري 12 قدم ولا 20 قدم، وده طبعا على حسب احتياجك انت، ما تشتريش حاجة اقل ولا حاجة اكتر. لو انت فرد او اتنين فمن 12 ل 14 قدم مناسب جدا، لو اسرة صغيرة من 14 ل 16، لو اسرة كبيرة اكتر من 20. وما تنساش ان احنا قلنا الاوبشن بتاع الديب فريزر. طب ايه اشهر الغلطات اللي بيقع فيها الناس وهم بيشتروا التلاجة؟ اول حاجة تشتري تلاجة كبيرة لمطبخ صغير، تشتري التلاجة وتحطها في المطبخ وتكتشف ان انت مش عارف تفتح الباب براحتك. تاني حاجه تشتري من غير ما تبص على استهلاك الكهرباء، تشتري وتشغل وتتفاجئ اخر الشهر بالفاتوره. تالت حاجه تختار ارفف ضعيفه تتكسر بعد فتره صغيره وده بيزعلك. رابع حاجه تحط التلاجة جنب البوتاجاز، ده بيقلل من عمر التلاجة لانه بيأثر على الموتور جدا. خامس حاجه تختار تلاجة شكل بس وفي الاخر تكتشف ان هي مش مناسبه، فارجع بقى اتفرج على الفيديو تاني واكتب الحاجات دي علشان وانت تختار صح. سادس حاجه الضمان على الموتور لازم يكون 5 سنين، اقل من 5 سنين ما تشتريش التلاجة دي. لما قلت ان احنا نعمل فيديو عن التلاجات، في بعض الاسئله جات لي هنجاوب عليها بسرعه. هل التلاجات الكبيره بتستخدم كهرباء اكتر؟ ده مش شرط، على حسب الريتنج بتاع استهلاك الكهرباء اللي موجود على كل تلاجة. ونصيحة ما تشتريش غير يا A يا B. يعني ايه انفرتر؟ وده سؤال جاوبنا عليه في الحلقة. ده موتور ذكي بيستهلك كهرباء اقل او اكتر على حسب حاجة التبريد. في حد كان بيسألني على الستانلس ستيل ولا ابيض؟ انا بشوف الستانلس ستيل نظيف وكمان بيعيش اطول، بس مشكلته ان هو بيتوسخ اسرع. ولو في اسئله تانية سيبوها لي تحت الفيديو وانا هجاوب عليها على طول. وفي الاخر اختار اللي يناسبك مش اللي يبهرك بالشكل بس. وعشان تختار احسن اتاكد ان انت بتتابعنا على كل قنواتنا، سواء كان على اليوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك. هتلاقي كل الروابط موجوده في صندوق الوصف في اليوتيوب، وكمان في اول كومنت على الفيسبوك. جوه البيت التفاصيل هي اللي بتعيش معاك.